السلام عليكم واهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. هو انا ممكن لو معايا اقل من 100 جنيه ينفع اشتري 5 بكرات 100% قطن، جودة عالية، الوان ثابتة، واعمل تصميم اكتر من مرة من نفس ال5 بكرات؟ النهاردة هقدم تصميم فايرال على انستجرام واغلب صفحات الكروشيه، وهو كوستر الورود بالباسكت، وهوضح كمان ازاي تعملوه مفرش باي مقاس. هستخدم خيوط قطن شركة الفجر، ده أول إنتاج خيوط قطن خاص بينا، وقدمت عنه فيديو ريفيو كامل وهسيب لكم اللينك في أول تعليق. خيوط قطن شركة الفجر 100% قطن، ألوان ثابتة، جودة عالية بأقل سعر. وزن الشلة 50 جرام، عدد الامتار 180 متر، ومتوفر حاليا ب35 لون. عمل التصميم هستخدم 5 بكرات بالألوان اللي شايفينها، وطبعا كل واحدة تنسق الألوان على حسب ذوقها، وهعرض في نهاية الفيديو الكمية اللي اتفضلت من كل بكرة بحيث تقدروا تكرروا نفس التصميم من نفس الخيوط. هستخدم معاه إبرة كروشيه 2.5 ملي، ولو إيدك مرتاحة في الشغل استخدمي إبرة 2 ملي. خيوط قطن شركة الفجر متوفرة في فرع البيع في مدينة طنطا، والعنوان موضح على الشاشة، وكمان بنشحن جميع المحافظات من خلال التواصل على رقم الواتساب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أول حاجة بعمل الدائرة السحرية. نرتفع باتنين سلسلة، 1 2، ملهمش أي علاقة خالص بالعواميد دي، بس سلاسل للارتفاع. ألف الخيط وداخل الحلقة بشتغل 12 عمود، ده العمود رقم 1، داخل الحلقة 2، واكمل لحد ما اوصل للعمود رقم 12. العمود رقم 12 هبدأ اقفل واضم الدائرة، هتجاهل السلاسل واروح على حرف الفي لأول غرزة عمود بدأت بيها، همر اسفل الحلقتين، اسحب الخيط منزلقة، هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وبنفس تسلسل كروشيه الدائرة هنشتغل في راوند رقم 2 تزايد في كل الغرز، غرزتين عمود في كل غرزة، بحيث الإجمالي هيبقى 24. دايما هنحسب معانا السلاسل هنحسبها عمود، فده أول غرزة عمود، وداخل نفس الغرزة اللي أنا وصلت فيها وارتفعت بالسلاسل هشتغل العمود التاني، فأنا كده خلصت التزايد غرزتين عمود. بعد التزايد بشتغل سلسلة فاصل، ألف الخيط أروح على الغرزة اللي بعدها اشتغل تزايد عمودين داخل نفس الغرزة، ده أول عمود والعمود التاني. بعد التزايد سلسلة فاصل، نفس خطوات التزايد في كروشيه الدائرة، بس بعد كل تزايد بنشتغل سلسلة. بعد السلسلة بلف الخيط أروح على الغرزة اللي بعدها أشتغل تزايد راوند، بعد التزايد الأخير سلسلة، وأقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة من أول 3 سلاسل بدأت بيهم. كده المفروض عندي 24 غرزة عمود، ولو عديناهم بالمجموعات فهنلاقي كده 1 2 3، هنلاقي ان هما 12 زي ما بدأنا، وفاصل ما بين كل مجموعة والتانية سلسلة، هيفضل عدد المجموعات ثابت 12، والاختلاف بس او التزايد في عدد العواميد. الراوند اللي بعده التزايد في الغرزة التانية، فبرضو بنفس تسلسل كروشيه الدائرة هرتفع ب3 سلاسل، ده اول عمود عندي، وهروح على الغرزة اللي بعديها على طول، الغرزة التانية اللي بعدها هشتغل فيها تزايد. كل راوند من التزايد زي ما احنا عارفين عدد الغرز بيزيد 12، فالمفروض عدد العواميد هنا هيبقى 36، فهنا خلصت التزايد بعديه سلسلة، نفس الخطوات بالظبط لتسلسل الدائرة، بس بنشتغل زي ما وضحت سلسلة ما بين كل تزايد والتاني او بعد اخر تزايد. هنا العمودين اللي بعدهم هشتغل عمود، العمود التاني هشتغل تزايد، بعديه سلسلة لنهاية الراوند. نهاية راوند رقم 3 بعد التزايد الأخير سلسلة، وهي منزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. لو عدينا المجموعات، مجموعات ثابتة 12 مجموعة، كل مجموعة مكونة من 3 عواميد وفاصل ما بينهم سلسلة، ولو عدينا بالعواميد هنلاقي ان عددهم وصل ل 36.
الراوند اللي بعده 12 مجموعة فاصل ما بينهم سلسلة، بس عدد العواميد هيبقى 48. فتلات سلاسل. ده اول عمود، هروح على الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة عمود واحدة، التزايد في التالتة فهشتغل عمودين. خلاص خلصت التزايد، سلسلة قبل ما انقل على المجموعة اللي بعدهم. اول عمود، التاني، التالت تزايد. خلاص خلصت التزايد، سلسلة وانقل على المجموعة اللي بعدهم. راوند رقم 4 بعد التزايد سلسلة وهي منزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة. وهنا بالنسبة للكوستر خلاص هكتفي ب4 راوند بس. طبعا انتوا خلاص فهمتوا الفكرة. لو عاوزين تعملوا مفرش او عاوزين تعملوا سجادة هتفضلوا تعملوا نفس الخطوات بالظبط بنفس تسلسل التزايد. فهنا في الراوند ده التزايد كان في التالتة، اللي بعده هيبقى في الرابعة، اللي بعده في الخامسة، في السادسة والسابعة وهكذا. هنفضل ماشيين بنفس الخطوات، وبعد كل تزايد بنشتغل سلسلة، ودايما نخلي بالنا ان عدد المجموعات هيفضل ثابت 12. بعد ما بتوصل معاكي للحجم المطلوب هتتبعي نفس الخطوات اللي هنشوفها دلوقتي لعمل الورود. بالإبرة داخل أي فراغ ناتج عن السلسلة وابدأ أوصل الخيط، وزي ما وضحت نفس الخطوات دي هتعمليها أيا كان مقاس الدائرة عندك. هوصل الخيط وارتفع بسلسلة، وداخل نفس الفراغ بشتغل حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهفوت 2 غرزة. خلي بالي انا هنا داخل الفراغ، فهبدأ اعد 1 2 التالتة حشو، 1 2 دي هنا التالتة حشو، واكرر 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، افوت غرزتين، وبرضو بحسب معايا السلسلة غرزة، يعني لو قابلني سلسلة فبرضو بحسبها وبعدها معايا على ان هي غرزة. فهنا هفوت العمود كده 1 والسلسلة 2، هروح على العمود اللي بعده وهشتغل حشو. فانا تركيزي كله على حروف الفي، ماليش دعوة بقى سلسلة عمود، المهم ان انا بفوت حرفين في. بعد الحشو 1 2 3 4 5، بفوت غرزتين، 1 2 التالتة حشو، بفوت غرزتين، هنا في عندي سلسلة وعمود، بروح على حرف الفي اللي بعده حشو. راوند هيتفضل عندي غرزتين، فهكمل بنفس التسلسل 5 سلاسل، هفوت اخر غرزتين ومنزلقة في اول غرزة حشو بدأت بيها، احاول انه اوجد مكان بالابرة، منزلقة في اول غرزة حشو. شكل الشغل عندي، ولو عديت الفراغات هنا الناتجة عن ال5 سلاسل هلاقي ان عددهم 20. انت برضو ايا كان حجم او مقاس الدائرة عندك، سواء اصغر من كده او اكبر من كده، لازم عشان تتأكدي ان شغلك صحيح هتلاقي الفراغات اللي اتشكلت عندك عددهم عدد زوجي. زي ما وضحت انا هنا عدد الفراغات عندي 20، وهبدأ دلوقتي اكمل برضو باللون الاخضر وانقل على الراوند اللي بعده. بعد ما قفلت المنزلقة هروح على طول على الفراغ وهشتغل حشو. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. هبدأ أعد من أول هنا 1 2 3، في السلسلة الرابعة هنزل على السلسلة الرابعة، همر من الحلقة الأمامية، أسحب الخيط منزلقة، بقت عندي بالشكل ده كده. 3 سلاسل، 1 2 3، وأنزل على الفراغ اللي بدأت من عنده وأشتغل حشو، فاتشكل عندي كده. خلاص خلصت السبيس او الفراغ ده، هنقل على الفراغ اللي بعده، بلف الخيط على طول، اروح على الفراغ وبشتغل فيه 7 عواميد وفاصل ما بينهم سلسلة. فده العمود رقم 1، سلسلة داخل نفس الفراغ، 2 سلسلة، 3
4 5 6 7 والأخير، وبعد العمود رقم 7 مفيش سلسلة، فبقت عندي بالشكل ده كده 7 عواميد فاصل ما بينهم سلسلة. وهنا الفراغات الناتجة عن السلسلة هنلاقي طبعا ان عددهم بقى 6، 1 2 3 4 5 6. لازم نتأكد من الملاحظات الصغيرة دي. بعد العمود رقم 7 والأخير زي ما وضحت مفيش بعديه سلسلة، هروح على الفراغ اللي بعده وأكرر نفس هنا اللي بدأت بيه. بروح على الفراغ بشتغل حشو 7 1 2، بعد من أول فوق 1 2 3، بنزل على الرابعة، بمر من الحلقة الأمامية وبشتغل منزلقة. ممكن برضو تشتغلي حشو مفيش مشكلة، مش هتفرق كتير في الشكل. بعد ما خلصت 1 2 3، بنزل تاني على نفس الفراغ وبشتغل حشو. خلاص خلصت الشكل ده، ألف الخيط على طول، أروح على الفراغ اللي بعده 7 عواميد فاصل ما بينهم سلسلة. أول عمود سلسلة، العمود السابع والأخير مفيش بعديه سلسلة. خلصت الفراغ ده، أنقل على اللي بعده حشو وارتفع ب7 سلاسل. راوند الفراغ الأخير عندي آخر 7 عواميد، وهقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأت بيها. ولو حصل إنه ملقيتيش الراوند مكمل بنفس التسلسل اللي احنا بدأنا بيه، يبقى انت أكيد في خطأ عندك في الشغل، ولازم تراجعي الملاحظات اللي ذكرتها في كل خطوة. خلاص بنقص الخيط وننهي الشغل. المفروض شكل الشغل عندنا. بعد كده خلاص هننقل على الخطوة الأخيرة واللي احنا كلنا مستنيينها وعاملين الشغل ده كله عشانها، وهي عمل الورود. همر بالإبرة داخل أول فراغ بعد أول عمود، ارتفع ب3 سلاسل. دي كده السلسلة رقم 1، ودي السلسلة رقم 2 3. خيط البداية بثبته أثناء الشغل. ببدأ أشتغل غرزة بف في كل فراغ من الفراغات الموجودة عندي، مكونة من 6 عواميد. خلاص ماليش دعوة دلوقتي بالثلاث سلاسل، ببدأ أعد من أول هنا 1، ارتفع لفوق شوية 2 3 4 5 6، واطلع من كل الحلقات الموجودة على الإبرة وبقفل عليهم بسلسلة. ما ارتفعش قوي بالإبرة وانا بعمل غرزة البف عشان ما تبقاش مهوية قوي، لا نرتفع كده بشكل معقول عشان عاوزينها تبقى مضمومة كده ومتماسكة. بلف الخيط واروح على طول على الفراغ التاني اللي بعدها، امر داخل الفراغ، ارتفع لفوق شوية 1 2 3 4 5 6، اطلع من كل الحلقات اقفل عليهم بسلسلة. بكرر بقى غرزة بف واحدة في كل الفراغات لحد ما يكتمل عندي 6. بعد البف رقم 6 مكملة بنفس التسلسل وبقفل عليها بسلسلة. نخلي بالنا واحنا بنشتغل الورود نبقى على الوش الصحيح للشغل. فانا اول ما بدأت وصلت الخيط ده هنا الاتجاه الصحيح للشغل، الاتجاه الصحيح الوش للعواميد، ده هنا منطقة الظهر. فنخلي بالنا مش بنوصل الخيط ونبدأ الورود واحنا على منطقة الظهر، لا تخلي بالك ان الشغل يبقى على الاتجاه الصحيح. خلاص كده تشكل عندي 6 2 4 6. برتفع كده بالإبرة لفوق شوية عشان أخرج من الحلقة. بروح على ارتفاع الثلاث سلاسل، مش أول غرزة بف، لا ارتفاع السلسلة الثالثة من أول 3 سلاسل بدأت بيهم. ببدأ أسحب الحلقة الموجودة هنا وأضم الشغل بالشكل ده كده. ببدأ بقى أشتغل على الاتجاه ده كده، ارتفع بسلسلة داخل نفس الفراغ، بشتغل حشو 3 سلاسل 1 2 3، بنزل على
غرزة الحشو حرف الفي لغرزة الحشو، وباخد معايا كمان الحلقة المقابلة، اسحب الخيط منزلقة. انا كده اشتغلت غرزة بيكو. هاخد الميل بتاع الغرزة واشتغل غرزة حشو بس مش داخل نفس الفراغ، لا هنقل على الفراغ اللي بعديه اللي هو الفراغ اللي ما بين كل بف والتانية. شايفين الفراغات اللي هي ما بين كل بف؟ فهنا هشتغل غرزة حشو عشان اخد الميل بتاع غرزة البيكو، وابدأ هنا بيكو جديدة. 1 2 3، انزل على حرف الفي لغرزة الحشو، امر من خلاله واخد معايا كمان الحلقة المقابلة، اسحب واطلع من كل الحلقات دي كده اول بيكو. اخد الميل بتاع غرزة البيكو بغرزة حشو داخل نفس الفراغ، خلي بالنا. فدي كده اول بيكو برضو في نفس الفراغ هشتغل بيكو تانية. 1 2 3، انزل على الحشو، اسحب الخيط واطلع البيكو التانية بقى، هاخد الميل بتاعها بس هيبقى في الفراغ اللي بعديه مش داخل نفس الفراغ. فكل فراغ بيبقى فيه غرزتين بيكو، اول غرزة بيبقى حرف غرزة الحشو للميل بتاعها في نفس الفراغ، البيكو التانية غرزة الحشو للميل بتاعها بتبقى في الفراغ اللي بعديه. اوكي، بعد الحشو 1 2 3. خلاص خلصت اول بيكو، ابدأ البيكو اللي بعدها داخل نفس الفراغ، حشو 3 سلاسل، خلصت البيكو التانية الميل بتاعها بغرزة حشو في الفراغ اللي بعديه، وافضل اكرر بقى. هبدأ بالحشو لأول بيكو، نهاية الراوند دي هنا أول بيكو داخل الفراغ، وهبدأ البيكو التانية. وبروح عند أول فراغ بدأت بيه اللي هو اشتغلت فيه بيكو واحدة، فهكملهم 2. وبروح داخل الفراغ بشتغل حشو للميل بتاع غرزة البيكو، وبشتغل غرزة البيكو التانية لأول فراغ. إنه لو فاكرين احنا اشتغلنا في اول فراغ بيكو واحدة، فهنكملهم 2 بالبيكو اللي هنا في نهاية الراوند. وبعدين بنسيب مسافة كافية كده شوية من الخيط، يعني حوالي مثلا ممكن 10 او 12 سنتي، وبنروح على هنا نحاول كده نوجد بس مكان بالإبرة عشان نقفل بمنزلقة هنا مثلا، وخلاص ننهي الراوند منزلقة ونسحب الخيط. مش بنقفل بسلسلة ولا حاجة، بنسحب بس الخيط على طول. فده بقى شكل الشغل عندي. ده هنا شكل الوردة. نحاول نضمها كده ونقفلها شوية، فبنلضم الخيط ده في إبرة التنظيف. وعايزة اوضح هنا بالنسبة للخيط ده بنستخدم إبرة الكانفا. ممكن انتي تنضفي الخيوط بإبرة كروشيه تكون بمقاس ارفع شوية، او ممكن تستخدمي إبرة الكانفا اللي احنا بنستخدمها مع بعض من ايام دروس المبتدئين، ما كانتش لسه منتشرة إبر التنظيف زي دلوقتي. فإبرة الكانفا دي بتبقى برضو ملهاش سن، بس بتبقى يعني ارفع كده شوية من إبرة التنظيف. هنمر الأول بالإبرة داخل الشغل، نسحب كده بالراحة ما نشدش ايدينا قوي. نلاقي كده هنا في غرز تحت كده، دي اللي هي مكان غرزة الحشو، فنحاول انه اسفل اللي هي غرزة البيكو هنلاقي فيه هنا كده تحتها زي حرف في كده صغير، فهنحاول انه نمر من خلال حروف الفي الموجودة هنا، ونسحب الخيط كده بالراحة حاجة بسيطة قوي، مش هنشد قوي، احنا عايزين بس نضم الوردة حاجة بسيطة جدا عشان يعني متبقاش يعني ايه مفتوحة قوي كده، هنضمها شوية عشان يبقى شكلها احلى. بنمر كده
ما بين الغرز، يعني مفيش غرز معينة ولا حاجة، بنمر كده بشكل عشوائي ونشد الخيط. ده كده شكل الوردة من أعلى، وده هنا من الاتجاه ده. طبعا هيبان معانا الشكل أحلى لما نكمل بقية الورود. وبنفضل نكرر نفس الخطوات زي ما وضحت، مش بنشتغل هنا خالص، دي فاصل ما بين كل وردة والتانية. كل شغلنا على مجموعة ال7 عواميد. خلصت 3 كوستر. شايفين الجمال؟ حلوين قوي 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 بجد. وكمان بدأت في الكوستر الرابعة، بس عاوزة أكمل تصوير الفيديو، فدي هكملها بعدين. أنا كده بس دلوقتي هكتفي بالتلاتة دول. تعالوا كده نشوفهم عشان أعمل الحركة اللي نفسي أبدأها من أول الفيديو. شايفين الجمال بجد؟ حلوين قوي قوي قوي. ودلوقتي بقى هنشوف طريقة الباسكت. عشان الباسكت يبقى متماسك لازم ان انت يا اما بتشتغلي بخيط اتخن، مثلا سلسلة او حاجة، او ممكن انت تشتغلي من نفس الخيط على فتلتين. خلاص زي ما احنا شايفين كده الخيط اللفة بتاعته حلوة جدا، بتوصلي للسنتر بسهولة. ببدأ انه اسحب من داخل وخارج الشلة بالشكل ده كده. شايفين مفيش فيه تعقيدات ولا اي حاجة، الخيط بيتسحب معانا بمنتهى السهولة. بنفس مقاس ابرة الكراشيه 2.5 نعمل دائرة سحرية، وكل اللي هنعمله باسكت بسيط جدا بغرزة الحشو. نرتفع بسلسلة واحدة داخل الحلقة، بنشتغل 6 حشو. 1 2 نروح عند اول غرزة حشو بدأت بيها، وطبعا مش محتاجة اقول لكم تستخدموا علامة الغرز لو بتتلخبطوا. 1 2 3 4 5 6 دي هنا اول غرزة حشو بدأت بيها. همر اسفل الحلقتين، اسحب الخيط منزلقة، وهنمشي بقى بنفس تسلسل كروشيه الدائرة المعتاد. راوند رقم 2 تزايد في كل الغرز، وعدد الغرز هيتضاعف في كل راوند 6، فدول هنا 6، فهرتفع بسلسلة، والتزايد في راوند ده هيبقوا 12 داخل نفس الغرزة. ممكن كمان تشتغلي بحلقات متصلة لو عاوزة. 1 وفي نفس الغرزة 2. طبعا يعني عشان الإبرة مقاسها صغير وبشتغل على فتلتين، فالشغل بيبقى يعني مش سلس شوية زي طبعا بشتغل على فتلة واحدة كده. 2 واللي بعدها 3 4 ونكمل لنهاية الراوند، يبقى عندنا 12 حشو. حشو رقم 12 بتجاهل غرزة المنزلقة وارتفاع السلسلة، وبروح عند أول غرزة حشو بدأت بيها، بمر أسفل الحلقتين، أسحب الخيط منزلقة، ارتفع بسلسلة داخل نفس الغرزة. هيبقى المرة دي التزايد في الغرزة التانية، وعدد الغرز هيوصل ل 18. فدي أول غرزة كده 1 بشتغل فيها غرزة واحدة بس، بروح على اللي بعدها اشتغل تزايد، ده أول تزايد في نفس الغرزة، تزايد التاني، وبروح على اللي بعدها غرزة واحدة بس، الغرزة التانية اللي بعدها تزايد. طبعا انا شرحت كل الخطوات دي في فيديو الاميجرومي، فممكن انت تشتغلي وتقفلي بمنزلقة، او ممكن انت تشتغلي في حلقات متصلة. كل ده انا وضحته بالتفصيل في فيديوهات تأسيس الاميجرومي، وبرضو هسيبها لكم في صندوق الوصف. الاخير اكتمل عندي 18. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو بدأت بيها،
الراوند اللي بعده التزايد في التالتة، عدد الغرز هيوصل ل 24. ارتفع بسلسلة داخل نفس الغرزة حشو، دي اول غرزة، اللي بعدها غرزة حشو واحدة بس، والتالتة تزايد، واروح على اللي بعدها حشو واحدة، اللي بعدها حشو، تالتة تزايد. بنفضل بقى ماشيين بنفس التسلسل. الراوند اللي بعديه التزايد هيبقى فيه الرابعة، عدد الغرز هيوصل ل 30. التزايد اللي بعديه هيبقى في الخامسة والسادسة وهكذا لحد ما الدائرة توصل معانا للمقاس المطلوب اللي هنشوفه. خلصت دائرة عادية خالص بغرزة الحشو. عدد الراوندات 1 2 3 4 5 6 7 8. اخر تزايد عندي في الغرزة السابعة، عدد الغرز بعد التزايد الاخير وصل ل 48. زي ما احنا شايفين القطعة متماسكة جدا عشان بنشتغل بفتلتين مع نفس مقاس الابرة. عشان نحدد المقاس المظبوط للدائرة فبنبدأ نقيسها. دي هنا الكوستر اللي انا لسه ما كملتهاش، فبنقيسها كده على القطر بتاع الكوستر، لازم تبقى على مقاسها بالظبط، او حتى مثلا اصغر منها حاجه بسيطه، المهم ان هي ما تبقاش اكبر من الكوستر نفسها. احنا كده حددنا المقاس المطلوب. الخطوه اللي بعدها هنشتغل راوندات زي ما بنعمل بقى في الطاقيه وفي الباسكت والحاجات دي كلها، هنشتغل راوندات بدون اي تزايد خالص. اول راوند بس هيبقى في الحلقه الخلفيه، فبرتفع بسلسله، وهنا اول غرزة بشتغل في الحلقة الخلفية، دي الغرزة رقم 1 من 48. زي ما وضحت مفيش اي تزايد خالص، عدد الغرز هيفضل ثابت بدون اي تزايد. واول راوند بس عشان نظبط اكتر الارتفاع بتاع الجوانب هيبقى في الحلقة الخلفية. راوند منزلقة اسفل الحلقتين، وببدأ الراوندات اللي بعديه غرزة حشو واحدة في كل الغرز، وبشتغل عادي أسفل الحلقتين لحد ما الجوانب تبدأ ترتفع. ارتفعت ب 12 راوند، وهنهي براوند أخير من غرزة المنزلقة. هقفل هنا في أول غرزة، وبعدين أبدأ على طول أرتفع بسلسلة داخل نفس الغرزة منزلقة، واشتغل راوند من المنزلقة في كل الغرز الموجودة عندي. في نهاية الراوند بقفل بمنزلقة في أول غرزة منزلقة بدأت بيها، وخلاص بشتغل سلسلة وانهي الشغل. ده شكل الباسكت. طبعا هو مش هيبقى متماسك زي اللي بنعمله بخيط السلسله والكليم والحاجات دي كلها، لان هو في الاول وفي الاخر خيط قطن. فممكن طبعا انتي تستخدميه كده على طول، برضو شكله حلو جدا مفيش فيه اي مشكله. او ممكن ان احنا ندعمه بحاجات بسيطه جدا عندنا في البيت. ممكن علبه زي كده، مثلا علبه زبادي، علبه كريم، العلب اللي بتيجي مع صوصات الاكل الدليفري والحاجات دي كلها. فدي هنا علبه بلاستيك، انا بس قصيت الاطار بتاعها عشان اظبط الحجم. ده كده شكله جميل ومتماسك بشكل كويس جدا. تعالوا بقى تاني نشوف الكوسترز. شايفين الجمال؟ شايفين جمال الورود؟ وانا واثقه ان انتوا كمان هتختاروا الوان على ذوقكم هتبقى برضو في منتهى الجمال. تعالوا بقى اعمل الحركه تاني. شايفين الجمال اللي احنا فيه؟ بجد حاجه في منتهى الروعه والشياكه. حلوة قوي قوي قوي، سواء هتستخدميها بقى لبيتك، هتهدي بيها حد، هتعمليها مشروع للبيع، في منتهى الجمال. فكرة جميلة جدا وعملية كديكور وكاستخدام، بجد حلوة قوي قوي قوي. بعد كل الشغل اللي عملناه ده
تفضل كمية خيط ممتازة جدا جدا تكفي انه نكرر نفس التصميم ده ممكن مرة او مرتين كمان. شوفوا انا ده اللي اتفضل حتى بعد ما اشتغلت الكوستر الرابعة اللون السكري، اتفضل منه كمية ممتازة جدا جدا. ولو انت حتى مش عاوزة تكرري نفس التصميم فممكن هو ده لوحده تعملي منه مفرش بحجم كويس جدا، وتعملي اطار للورود بنفس الخطوات اللي شفناها برضو ببواقي الخيط اللي اتفضلت. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. بشكركم جدا جدا للمتابعة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.